النهارده هنتكلم عن واقعة حصلت في مصر، وبالأخص في طنطا، في السيرك بتاع طنطا. شاب اسمه محمد، بقاله 10 سنين شغال هناك، مسؤول عن الصالة بره والتنظيم. ومن ضمن شغله إن بيبقى في سلسلة بجنش جنب القفص. المدربة ساعات بتطلب منه إن يربط السلسلة بتاع الأسد في الجنش. طبعا الاسد او النمر قبل العرض بيفضلوا فتره كبيره مش بياكلوه عشان ينفذ الاوامر، ده مقابل ده. فطلبت منه ان هو يربط الاسد. بيمد ايده لسه، النمر ماسكه من هنا، فصل له دراعه عن جسمه. المردود بتاع المدربه ان هي جابت له ازازه عصير تديها له. واحد فقد دراعه، فرحه كان بعد كام يوم، وسابته يروح المستشفى لوحده. وطلعت له الجمهور قالت له ان احنا هنكمل العروض عادي خالص، مفيش اي حاجه، محمد كويس وزي الفل. كويس زي الفل بعد ما خسر دراعه ولا خلاص؟ وبعدين راح مستشفى حكومه مش قادره تتكفلي، حتى لو مش قادره تروحي تتكفلي بالمصاريف وتدخليه مستشفى خاصه، ولا الغلبان ملوش مكان في الزمن ده؟